يا الله، السلام عليكم. شلونكم؟ شخباركم حبايب؟ ان شاء الله الكل بخير وعافية، ورب يرزقكم الرزق الحلال. واليوم جمعة، والصلاة على محمد وآل محمد. جمعة خير علينا وعليكم بالخير والبركة والعافية. رب يحفظكم ويحفظ عوائلكم كلكم. شلونكم؟ شخباركم حبايب؟ طبعا صار فترة الانقطاع، والحمد لله والشكر. وإن شاء الله الجاي خير والجاي أفضل، والموسم جاي على أبواب، وإن شاء الله خير وبركة للجميع حبايبنا الغالين. بعض الأخوة يسألون عن نشيل النايلون أو نكشف المحميات أو نعوفهن بعدهن. راح أشرح لكم شرح بسيط إن شاء الله يوفي ويكفي، والمعلومة إن شاء الله اللي عندي نعطيكم إياها. طبعا إحنا المعلومة جبناها من ناس أكبر من عندنا، وناس معروفة والكل تعرفها، بخير وعافية وبركة إن شاء الله. طبعا أنا لحد الآن ما شايل النايلون، وتعرفون عندنا هذا الشهر بعد بيه بريد وبيه مطر. طبعا البارحة احنا عندنا مطر، البارحة عندنا مطر. لو شايل النايلون كان سوينا مو خوش شغلة، كان المراد الحلال. والحمد لله وشكر انا مبقى النايلون مثل ما شرحت لكم بالفيديو السابق. اكشف من هنا الباب، واكشف من هنا على طول المحمية فد نص متر. شوفها، هاي عندنا المحمية طولها 10 امتار تقريبا، 10 11، او عرضها مترين، ارتفاع مترين الا شوية الا ربع تقريبا. هاي جاي اكشف اني يوميا الساعة ب8 او 7:30 بنطلع للدوام. اكشف هاي المحمية من الطول للطول. افتح هاي من هنا فتحة، اكشف هذا النص متر على طول المحمية، نص متر. ارجع افتح لي من هنا فتحة ثانية على قد الباب اللي مفتوحة هناك. راح يداور الهواء بصورة حلوة ومرتبة، وان شاء الله ماكو اي شيء. بعض الاخوة لحد الان البارحة قبل يومين تقريبا راسلني احد الاخوة يقول انا انضرب حلال، انضرب تنفسية. يا حبيبي حلالك انضرب تنفسية، اكيد انت ما مسوي تهوية الهن. انت من تسوي تهوية راح تخلص من التنفسية مالتها، راح يداور الهواء، راح عندك البيض ما يخنق، راح يصير هواية شغلات مرتبة للمحمية. الطير من يبقى بنفس الهواء مالته، نفس التنفس مالته، تتنفس الطيور، فأكيد راح تصير وخمة داخل المحمية، وراح تنضرب عندك المحمية كلها، وطيورك راح تنضرب تنفسية، تنضرب التهاب بالمجاري مالت التنفسية مالتها، التهاب امعاء. فحاول انت تسوي تهوية. هسه الجو انا عندي مو نفس الجو البرا، انا داخل محمية بس مو نفسيتها البرا، اكيد مو نفسيتها. احنا هذا نريده هواء عالي برا، هنا الهواء اقل من الهواء الخارجي، والحمد لله والشكر. ان شاء الله اكو انتاج، ان شاء الله الموسم جاي، وراح يصير انتاج كل زين من ناحية اللي جاي افضل باذن الله. احنا هذا اللي راح الموسم هذا الاشهر هاي الشتاء خلينا نقول والبرد، يعني ما حصلنا ذاك الانتاج، او الافراخ تطلع وتموت من البرد، من الجوع مالتهن، ما يعسلهن الامهات، واكثر البيض ما يشد البيض. والحمد لله والشكر ان شاء الله الجاي افضل، والموسم جاي باذن الله. كلها شدتها بس هذا الشهر وينتهي، شهر ونص راح يجينا ان شاء الله الانتاج جاي على ابواب باذن الله، وان شاء الله الكل ترزق رزق الحلال. فانت يا حبيبي حاول تنفس المحمية مالتك، خلي الطيور تاخذ راحتها، وتحاول كل فترة بين فترة وفترة انت تنظف الارضية مالتك. شوف، تشيل التراب كله مال الارضية وتبدله بتراب زميج. حتى هذا التراب اللي راح تبدله راح يكتسب من عده الكالسيوم، راح يكتسب من عده الحديد، راح هواي فيتامينات بالتراب، مثل ما قال اخونا ابو حاتم الجوعاني. طبعا دائما انا اساله واعتبره مثل الاعلى او قدوتي بهذه الهوايه. شكو صغيره وكبيره عندي توقف يمي، احد يسالني ما اعرف لها ارجع له الى الله يشهد، لان هو مو اليوم جايها تقريبا صار له 12 13 سنه اذا مو اكثر بهاي الهوايه. فانت ان شاء الله تبدل الارضيه بزميج، خوش حكي، تزرع. اجانا الصيف، شوف هاي الصينيه
هاي مريودة، مريودة هاي 100% عندك. جانا الصيف يا ولد. هاي مريودة، هاي تزرع بيها، ويوميا اذا مو بين يوم ويوم، اذا مو يوميا فبين يوم ويوم انت تسقي. شوف اولا منظرها حلو، شوفها منظرها حلو. الطير من تسقيها راح تلقاه بالصيف نايم، الله يشهد نايم بهذا الثيل. انا هسه اشوف الجو بارد وكاميرا المحمية يشهد الله من ارش هاي. هسه اذا ارشها هسه اصور لكم اياها، راح تلقى الطيور نايمة هنا، عايفة بيضها يا عايفة فراخها، وتنام هنا داخل هذا. شوف داخل الحشيش تبرد جسمها، ترطب جسمها. وهذا ثانيا هو مفيد، من ترطب جسمها الريش مالتها راح تصعد للبيض، راح ترطب البيض، راح يصير عندك انتاج. فهذا يا شباب مريود. شوفوا هذا، هاي الصواني تخليها داخل المحمية وتسقيها وتزرعها. شوفن الصيف جاينا يا ولد. هذا مريودة، شوف هاي كلها مريودة، وان شاء الله الرازق حي باذن الله. انت سوي اللي عليك والباقي يم رب العالمين. اذا الك رزق حلال يرزقك ربي ويوفقك. انا حتى شوف حتى بالخارج منظر حلو، حتى بالخارج زارع. شوف هذا الصبار كله زارعه، يعني من تصعد متنفس حلو، تقعد يمهن. يعني انا اذا مو يوميا اخذ لي ساعتين يمهن ما ارتاح، يشهد الله شهاده. اصعد يمهن، هذا كرسي واقعد هنا يمهن والحمد لله والشكر، وان شاء الله اكو انتاج. شوف هاي الشتويه، اني هسه هاي شتويه خير من الله، اكو انتاج. كان ما عندي، كنت مخليهم بالمحميه المكشوفه، ديش المحميه بارده. فهنا تدرون عندكم علم، انا لحد الان اعلق صوبات، والله بالليل اعلق صوبات، بالنهار اطفيها، الصبح منكشف اطفي، بالليل لا افتح صوبات والحمد لله والشكر، وانتاج ان شاء الله موجود. وانت مثل ما قلت لك بدل الارضيه بين فتره وفتره، بدل طعامهن، خلي مو دائما تخلي طعام مجروش، واشترط طعام من واحد مضمون. يعني انا سنه من السنين صار عندي التهابه معاه بالطيور من وراء الطعام اللي اجيبه. يعني اجى فتره من الفترات دخن مستورد، ضرب طيور التهابه معاه كلها، عالجتهن والحمد لله والشكر قوه. هسه بعض الاخوه همين راسلني قال عندي كذا وكذا، فهسه هو اللي مار بي نفس اللي مريت بي اني قبل سنه تقريبا. قبل سنه انضربني طيوري، هسه هو نفس اللي مريت بيه هسه هو مار بي. فانا انطيته كم معلومه، وان شاء الله دزيت له علاج، وان شاء الله يشتغل عنده العلاج باذن الله، وتقوم طيوره بالسلامه والحمد لله وشكر. وان شاء الله هذه معلومه اللي وصلتها لكم او اللي سولفت هسه ان شاء الله تفيد لها كم واحد، وان شاء الله هذا اللي ما افادتك فهي ما تضرك المعلومه، والحمد لله والشكر. لا تخلي معلومه واقفه عندك، انطيها للجميع، معلومات بسيطه حول هذا الهوايه، وتوصل. وان شاء الله بدت هواة الملكي تكثر، يشهد الله شهاده. وكل هواة ملكي اللي تعرفت عليهم الأخوة كلهم من جميع المحافظات، أخوة مرتبين وأخلاق عالية. أنا مريت بالهواة كلها والحمد لله والشكر، موجودين بكل المحافظات ومعروفين على نطاق ومرتبين والحمد لله والشكر. وإن شاء الله ربي يرزقهم ويخليهم العوائل. ومثل ما قلت لكم النايلون بعد مو هسه شيلوا، بس خلوا تهويات، خلوا تفريغ للهواء، خلوا مداور هواء، بس لا شيله هسه بعد هالشهر هذا. واذا عندك قفص صغير حاول تكثر بيه التهويات. انا عندي هاي 10 متر مسوي بيها، واكو تفريغ واكو مداور هواء والحمد لله والشكر على كل حال. واي شيء تحتاجوه انا بالخدمه، واعتذر على اللي ما ارد عليه بالتعليقات، لان يشهد الله الدوام جاي اجي ب3 انام ما اقعد غير ب9 بالليل، وهي هاي الحياة مثل ما تشوفون. يعني يا دوب اصعد لهن يشهد الله. واعتذر على الانقطاع الطويل، بعض الاخوة يدخلوا لي ويسألوني والحمد لله وشكر. اي احد عنده سؤال خليه يطب لي، انا اوراق مبعثرة ابحثها باي جروب مال حمام ملكي، راح تلقى صفحتي. اي احد يطب لي انا بالخدمة له، خادم صغير اعتبروني، الكل بشر. ولو معلوماتي على قد حالي، على قد حال المعلومات،
بس احاول اوصلها مثل ما هي. وربي يحفظكم ويرزقكم رزق الحلال، وانا بالخدمه لاي احد. حبايبنا الغاليين، واعتذر على الاطاله، خاف طولت او كان كلامي مو دقيق او ما وصلت لك المعلومه مثل ما تريد. طب واسالني وانا حاضر لك وخادم وممنون الكل. طيب يلا حبايبنا الغاليين، اودعناكم.